ما فيهاش صلاه فجر، ده فاضل ساعتين، لكن هو بيصر على صلاه الفجر دائما قوي. كان قبل ما يبقى رئيس كان بياخد المشوار ده مشي، لان هو مشوار صغير. هل بعد ما بقى رئيس بياخده مشي ولا العربيات عشان اجراءات عربيات طبعا، عربيات يعني، بس مش زي كم العربيات اللي موجود في اثناء توجه القصر الاتحاديه، يعني محدود يعني. كان بيتعامل مع الناس ازاي؟ يعني وقت الصلاه وهو نازل بيته، في الصلاه في الجامع خارج، يعني بيتعامل مع الناس ازاي؟ طبعا في الفتره الاولانيه كان بيتعامل بحب جدا، لدرجه ان مفيش ولا مره كان بيرجع من القصر الاتحاديه ويخش على منزله مباشره، لازم ينزل ويجي ناحيتنا، لان ده في ناس كتير متواجده، اما مؤيدين او عندهم احتياجات. واللي عندهم احتياجات بيبلغوا بعض بسرعه، يعني بص حضرتك النهارده جم 2، بكره بقوا 10، بعده بقوا 15، بعده ده بلغ ده بنفس الطريقه. واحد يعني ممكن اشرح لحضرتك موقف. اتفضل. واحد منهم كان يعني ذو الاحتياجات الخاصه، جه وكان دائما ابدا بيجي معاه 20 واحده ست لازم، ويجوا يرموا البطاطين في نص الرصيف ويفترشوا الرصيف من النص. طب انت عايز ايه؟ انا عايز كشك. فبلغنا الحرس الخاص مع السيد الرئيس واستجاب له وجاب له كشك. فوجئت بعد 20 يوم انه جاي تاني بالستات تاني بالبطاطين تاني، عايز كشك برضه. فانت مش خدت الكشك؟ قال لا، ما هم عايزين يدفعوني بعض رسوم بسيطه كده وانا مش هدفع الرسوم دي. استجاب بيه برضه الرئيس وما دفعوش الرسوم. لقيته بعد 20 يوم جاي تاني بستات تاني، بقول له انت جاي ليه بقى تاني؟ هو نفس الشخص؟ قال لي بصراحه الكشك ما عجبنيش مكانه. والله زي ما بقول لحضرتك كان عايز كشك فين؟ ما هو بعد تقريبا ما اشتغل 20 يوم لا الكشك ما بيجيبش حاجه، فما هو كل ما يجي بقى الامور بيستجيب، كل ما يجي بستجيب. انا جاي ثالث مره قال الكشك مش عاجبني مكانه بقى، انا عايز اغير الكشك. فكانت الحاجات دي بقى صفه يوميه يعني حضرتك يعني. وبعدين كان في مجموعه منهم مش يعني مخهم مش دائما يعني، في عندهم لوسه كده، نوع من اللوسه. وكان برضو جت واحده في برضو من المواقف اللي عايز احكيها، جت واحده شكلها كويس، شكلها راقي، محجبه بس لابسه بنطلون جينز ومحدش كان عارف هي عايزه ايه، وكل يوم تصوت ومحدش عارف هي عايزه ايه، والرئيس ما بينامش منها، ما بينامش بتقف تصوت له تحت البيت بطريقه. فالرئيس ادى تعليمات للحرس انه يبلغنا ان نشوف طريقه. طبعا يعني الست دي عن المكان طول الوقت، يعني شوفوا حل. طبعا هو يقصد ان حل متعقل يعني. حل. لكن ايه اللي عملوه؟ مش طبعا مش هقول اسماء. انا فوجئت باحد القيادات الامنيه راح ماسكها من اماكن غريبه وراح ماسكها راميها جوه. طبعا صوتها كان ضارب صريخ لدرجه ان نزل الحرس من فوق، ايه اللي بيحصل كذا. طب وانا عشان اقول ان الرئيس بيقول شوفوا حل، يبقى معنى كده انها تتمسك تترمي بهذه الصوره. فده برضه يعني اللي خلاني ابص للامن العام وكاني ما كنتش فيه. هل يعقل حتى لو الرئيس قال لي انا شخصيا يعمل كده؟ انا همسكها ارميها بهذه الطريقه؟ اقسم بالله لو مهما حصل لو هتفصل. قول لي هو الرئيس كان بينزل يشتري احيانا حاجات بنفسه بعد ما بقى رئيس؟ لا طبعا، انما ما قبل لدرجه ان هو ابتدى يسال على مثلا شلنا بتاع الفاكهه، فين بتاع الفاكهه اللي كان هنا؟ ما كان عارفها لما بياخد اللي وديتوه فين؟ طب سبتوه خلاص واهملتوه؟ لا ده احنا وديناه مكان اخر عشان ما يبقاش لكن كان بيسال على الناس اللي كان بيتعامل معاها شخصيا. ايه وقت البقسماط؟ طبعا هي ما حضرتهاش بس قيلت لي برضه يعني هو كان بينزل يشتري البقسماط بنفسه. بس انا طبعا ما حضرتش خدمه مع الدكتور مرسي يعني قبل ما يكون رئيس، فكل التصرفات دي كانت قبل ما يكون رئيس. قبل ما يكون رئيس اسمع عنها يعني. لو بلغت حضرتك يبقى انا ناقل ما شفتش حاجه يعني. طيب كنت بتقول لي الناس والمحبين وانصار الرئيس، كنت شايف انه الناس ملتفه حوالين الرئيس؟ في الاول طبعا كان في التفاف ولحد وقعت لحد الاعلان اللي نحى به المشير طنطاوي لحد هذا الموقف. يعني حتى اليوم ده بالذات كان يعني اكتر من يوم نجاحه كان كم من المؤيدين من اول الشارع لاخر الشارع والشوارع الجانبيه.